السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض القلقاس. اول حاجه بشوح اللحمه في حله تكون سخنه من غير زيت ولا دهون ولا اي حاجه، وبحط عليها المنكهات بتاعتي: جزر، فلفل، حب وحبهان وورق لوري وكمان بصل. بعد لما بشوحها وبقفل المسام بتاعتها من الجنبين بحط عليها ميه مغليه، بقطف السلق والكزبره الخضراء وبضربهم في الخلاط مع شويه صغيرين من الشوربه. وبعد ما اللحمه بتستوي نص سوا بحط عليها القلقاس المتقطع ومعاه كمان عصير من الليمون علشان ما يغمقش في طاسه. هحط السلق والكزبره اللي انا ضربتهم في الخلاط وهسيبهم من غير دهون ولا اي حاجه. هبدا اطلع من الشوربه الحاجات اللي كنت حطاها، المنكهات، وهعمل شويه من الرز الابيض كده جنب القلقاس. هسيب بقى السلق لحد لما البخار يطلع، الميه اللي فيه كلها تطلع، وبعدين هحط عليه زبدة وهحط عليه معلقة من الثوم، وهبدأ ان انا اشوح فيه لحد لما ينشف خالص ويتحمر. وهحط كمان معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. عايزة اقول لكم الريحة بتكون خطيرة. اول لما ينشف بالشكل ده كده خالص السلق والكزبرة بنزل عليهم بكام كبشة كده من الشوربة علشان تطلع لي كل اللي لازق في الطاسة اللي انا كنت بحمر فيها. بعد كده هحط بقى الخليط ده كده على الشوربة والقلقاس يكون استوى. وعايزه اقول لكم بيبقى طعمه خطير، والقلقاس بتاعي مغمقش ولا حاجه بسبب الليمون اللي حطيته. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.